عندنا بقى العقد بتاع الاي بي سي. احنا كنا اتكلمنا من شويه على الباور بيرشيز اجريمنت والعقد شراء الطاقه. لو انا كمالك للمحطه عايز اعمل محطه طاقه شمسيه على المبنى بتاعي، او حتى المستثمر عشان ينفذ محطه الطاقه الشمسيه، هو المستثمر او المطور ده مش شرط يبقى شركه طاقه شمسيه، هو حد مستثمر، حد بيقدر يستثمر في مجالات مختلفه، او لو هو حتى متخصص في الطاقه الشمسيه بيستثمر الفلوس بتاعته وبيجيب عائد من الفلوس. فسواء كان مستثمر عايز ينفذ محطه الطاقه الشمسيه اللي هيبيع الطاقه بتاعتها ايا كان هيبيعها لمين، او حد صاحب مبنى او مستهلك او عميل وعايز يعمل محطه طاقه شمسيه لنفسه، فبيستعين في الاخر ايا كان ده او ده، فبيستعين بشركه بتنفذ له المحطه. الشركه اللي بتنفذ المحطه دي اسمها اي بي سي كونتراكتور، او مقاول تصميم وتوريد وتركيب. اي بي سي هي اختصار كلمه انجينيرنج بروكيورمنت وكونستراكشن، اللي هي تصميم وتوريد وتركيب، اللي هو ترن كي بروجكت. يعني ان بيجيب شركه متخصصه بتعمل له محطه الطاقه الشمسيه من الالف للياء. من اول ما بيقول انا عايز اعمل محطه طاقه شمسيه، الشركه دي بتكون متخصصه، عندها المؤهلات والخبرات اللي بتاهلها لعمل محطات طاقه شمسيه. بتعمل من اول ما تفهم احتياجات العميل، وتعمل الدراسات اللي بتتعمل في الاول، دراسات يعني المكان، السايت سيرفي، وبتعمل دراسات لاحتياجات العميل، بتقدم التصميمات وبتنفذ التصميمات دي، وتقدر تنفذ المحطه من الاول للاخر.